أسئلة كتيرة بقى بتتسأل عن الأومنيفورا، خلينا نستعرض أهمها ونجاوب عليها واحدة واحدة. أول سؤال، مين أفضل الديبوفيت أمبول ولا الأومنيفورا أمبول؟ هقول لك إن حقن الديبوفيت بتحتوي على فيتامين بي 12 بس، إنما حقن الأومنيفورا بتحتوي على فيتامين بي 1 وبي 3 وبي 5 وبي 6 وبي 9 وبي 12 وكمان عليهم الأوروتيك أسيد. لكن في ميزة في حقن الديبوفيت، إن الفيتامين بي 12 اللي فيها في صورة هيدروكسيكوبلامين، إنما الموجود في الأومنيفورا بيكون في صورة السيانوكوبلامين. وميزة الهيدروكسيكوبلامين إنه بيقعد في الجسم لفترات أطول من السيانوكوبلامين، عشان كده بتلاقي الديبوفيت بتتاخد مرة واحدة بس في الأسبوع، بعكس الأومنيفورا اللي بتتاخد كذا مرة في الأسبوع. وما نقدرش نقول مين الأفضل، لكن كل واحد ليه ميزة عن التاني، وطبعا بنحدد الأفضل تبعا للحالة الصحية للمريض والأعراض اللي بيعاني منها. تاني سؤال، هل حقن الأومنيفورا بتسبب زيادة في الوزن؟ والإجابة إن الحقن دي ما بتسببش أي زيادة في الوزن، لكنها بتساعد الجسم عشان يعوض النقص في فيتامينات ب، واللي بتكون ضرورية في عمليات التمثيل الغذائي، واللي بتساعد على حرق النشويات والبروتين والدهون بكفاءة. ثالث سؤال، هل حقن الأومنيفورا تنفع في الحمل والرضاعة؟ والإجابة طبعا لا، والسبب إن الأومنيفورا بتحتوي على مادة اسمها بنزيل الكحول، والمادة دي بتسبب ضرر للجنين، عشان كده ممنوع تماما للحوامل والمرضعات يستخدموها. رابع سؤال، هل حقن الأومنيفورا مفيدة للشعر؟ فيتامينات ب اللي موجودة في الأومنيفورا بتساعد على نقل الأكسجين والمواد الغذائية لفروة الراس، وده بيساعد على نمو الشعر. لكن مفيش أدلة قوية على إن فيتامينات ب ممكن تساعد على نمو الشعر عند الناس اللي بتكون مصابة بالثعلبة أو الصلع. خامس سؤال، هل حقن الأومنيفورا فعلا مفيدة لالتهاب الأعصاب الطرفية؟ وقبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف أعراض التهاب الأعصاب الطرفية، واللي من ضمنها تنميل ووغز في القدمين واليدين، حرقان وألم في المنطقة المصابة، فقدان التوازن والتنسيق، ضعف العضلات وخصوصا القدمين. والإجابة على السؤال إنه فعلا الأومنيفورا مفيدة جدا لالتهاب الأعصاب الطرفية، لأنها بتحافظ على صحة الأعصاب وتمنع الخلايا العصبية من التلف. سادس سؤال، هل حقن الأومنيفورا مفيدة لعلاج عرق النسا؟ وعرق النسا ده عبارة عن حالة بيكون فيها تنميل وألم حاد في أسفل الظهر، وبينتشر للجزء الخلفي من الفخذ وصولا للساق، بسبب وجود ضغط أو تهيج في جذر العصب الوركي، وده العصب اللي بيمتد من أسفل الظهر لأسفل القدمين. وفي الغالب الدكتور المعالج بيوصف الحالة دي مضادات التهاب وبواسطة عضلات ومسكنات عشان تخفف الألم، وممكن يوصف فيتامينات ب، وده لأنها بتساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف. وفي الحالة دي الأومنيفورا بتكون مفيدة جدا.